اهلا بكم. انا طبعا سعيد ان انا اكلمكم حاجه بسيطه عن اسره مريمينا الهندسيه. دي اسره عتيقه طلعت اجيال ورا بعض من ولاد وبنات ربنا المهندسين اللي يتسموا بالامانه والكفاءه والنجاح الروحي والفني والعلمي والاجتماعي. انا مش بقول كلامه بس، أنا بقول بناء على معرفة شخصية بعدد كبير منهم. الأسرة دي ابتدت من 50 سنة، وأنا أذكر بدايتها، وأذكر كان دكتور مكرم مهني معايا، وكنا بنبدأ هذه الأسرات كلها وبالذات مريمينا الهندسية. تتسم مريمينا من زمان بنعمة ربنا بالإثمار المستمر. هذا الإثمار ده في العدد باستمرار، أعدادهم كبيرة جدا جدا، فبيقدروا يوصلوا لشباب الكلية والخريجين، وحتى الخريجين بيقعدوا فيها ويخدموا فيها. يمكن أنا مش عايز بس يعني أكتر في الكلام، لكن حقيقي يعني بعتبرها أنشط أسرة في الأسر كلها، لأن في استمرارية، في انتشار في وسط الشباب، في إثمار مستمر روحي في حياتهم، وتكوين أسرات يعني عائلات وبيوت مسيحية حلوة. في استمرارية انه كلهم بيخدموا، حتى لو راح اي حتة في العالم بيخدم. يعني انا بتابع بعضهم يبقى على اتصال، حتى لو هاجر، لو اي حتة راح في اخر الصعيد، دايما عندهم انتماء للأسرة. واظن هم، انا اللي انا عارفه يعني، هم عندهم فيسبوك جروب محترمة للأسرة، مش كده برضو سامح؟ ده نادر، مش سامح ولا نادر؟ انا ما اعرف اتنين ما فيش غيرهم، سامح ونادر. نادر في كندا، انا واخد بالي، بس يعني يعني صحيح يعني كانت أسرة متميزة. أنا مش هكتر عشان الشيطان ما يحاربكوش، وأقول لكم استمروا في الخدمة. مسيح قدام عينيكم، كنيسة قدام عينيكم، جسد المسيح اللي انتوا اعضاء فيه قدام عينيكم، اخواتكم اخواتكم سواء طلبة او خريجين قدام عينيكم. استمروا في الاتصال المستمر. وسائل الاتصال الحديثة خلت التقارب والتواصل دائم ويومي. قطعا عندكم تويتر بتاعكم تبعتوا كل المتصلين بيكم، انتوا ساكتين يعني عندكم لا؟ لا، اعملوا تويتر بسرعة. تويتر ده حاجة ببلاش ومئات الآلاف بتشوفك. يعني أنا بسأل الإخوة عندي اللي بيخدموا معايا، يعني عامل تويتر يعني، فبقول لهم يعني بيشوفوه كام؟ يعني قالوا له 300,000. شوف انت بقى هتعمل تويتر بقى لأسرة الهندسة في كل حتة، هتبعت النهارده رسالة روحية، النهارده آية، النهارده قول أحد القديسين، أخبار الأسرة، عندنا حفلة، كنا عاملين حفلة ونجحت والحمد لله ربنا كان معانا. التواصل النهارده الإلكتروني بقى سمة العصر ووسيلة العصر، واللي ما يستخدموش يبقى أثر كتير قوي في حق نفسه وغيره. أنا ازاي انت في دقيقة تلاقي نفسك عندك عشرات الآلاف شايفينك وسامعينك. ده النهارده بتتكلم على التويتر، لكن تقدر تشتغل على السكايب وتعملوا مؤتمرات بالسكايب. احنا بنعمل كده على السكايب وتبقى كل العالم شايفنا. يبقى اعملوا انتوا كده برضو، اعملوا ميعاد بدري وابتدوا اقعدوا معاهم وكلموهم وتواصلوا معاهم وادوهم رسالة روحية حلوة. حد من الآباء يبقى معاكم، أنا خدامكم في أي وقت، بحيث إن أنتوا تتواصلوا مع الأسرة في كل أنحاء العالم in a minute.
او ان 1 minute، يعني مجرد ما هتبعت تويتر وتحدد معاك تلاقي كله فاتح لك ومستنيك. فاتكلموا بسكايب، وممكن هم يبقوا يتواصلوا معانا حتى واحنا على السكايب، بيقدروا يخشوا هم برضه يبعتوا اسئله يعني في حاجات كتير. ما انا طولت معاكم، بس انتوا يعني كمهندسين بتهندسوا خدمه تمام، واسرتكم من اغلى الاسر عندنا ومن احلى الاسر ومن اكثرها اثمارا حقيقي، يعني مش مجامله. فانا دايما بفرح بماريمينا الهندسيه دي. يبدو ان ماريمينا مدلعكم وربنا يكون معاكم، وسيدنا البابا دايما فرحان بيكم، وانا شفت قد ايه فرحان بيكم وغيركم. فشدوا حيلكم، ربنا معاكم. سلام.